العشرة القديم. بنك المركزي المصري، إصدار 65 1965. هنتكلم عليها وعن أسعارها، بس شوفها الأول كده معانا قبل ما نبدأ في الكلام عنها. أدي شكلها أهو. بنك المركزي المصري 10 جنيه، الشهيرة بالعشرة البصلي. أدي الظهر بتاعها. طبعا الحالة أقل من المتوسطة، الحالة أقل من المتوسطة. نتكلم عليها بقى وعن سعرها. السعر هنا بيختلف على حسب الحالة، يعني الحالة اللي قدامك أقل من المتوسطة. دي بتعمل كام؟ دي بتعمل 100 جنيه. الحالة اللي قدامك بتعمل 100 جنيه، 100 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 300 جنيه. الزيرو بتعمل 300 جنيه. يعني ايه الزيرو؟ اللي ما اتلمستش، اللي تشوفها كده تقول ده لسه طالعة من البنك، دي تعمل 300 جنيه. ولو في رقم مميز فيها تعمل أكتر من 300. رقم مميز متقطعة بقى، عليها شخابيط، عليها كتابة مهرية، الحاجات دي كلها بتنزل من سعرها. فالحالة اللي قدامك بتعمل 100 جنيه. الحالة العالية قلنا تعمل 300 جنيه، اللي هي الزيرو، اللي هي الأنصر، اللي ما اتلمستش، دي اللي بتعمل 300 جنيه. بيسموها أنصر. أنصر يعني إيه؟ يعني ما اتلمستش، يعني لسه طالعة من البنك، فدي تعمل 300 جنيه اللي هي الأنصر دي. أما زي اللي قدامك، شبه اللي قدامك، تعمل 100 جنيه. اللي فيها قطع بقى والكلام ده كله بتنزل عن ال100 جنيه، تنزل عن ال100 جنيه. يبقى كده احنا عرفنا سعر دي. أماكن البيع والشراء: جروبات الفيسبوك، جروبات فيسبوك أو الأسواق: سوق ديانة في القاهرة، سوق محطة مصر في اسكندرية، سوق شارع خالد بن الوليد في اسكندرية، المنصورة. أو المواقع زي أوليكس وأمازون وإيباي. كل دي أماكن لبيع وشراء العملات القديمة. كل دي أماكن لبيع وشراء العملات القديمة. متنسناش في اللايك والمتابعة للصفحة عشان تشوف معانا جميع أسعار العملات القديمة. ولو معاك أي عملة عاوز تقيم سعرها، ابعت الصور في التعليقات وأنا أرد عليك فيها وأقول لك تعمل كام وتسوى كام. أو تابع الفيديوهات على الصفحة تعرف أسعار العملة اللي معاك.